حركة نزول فاطمة للأرض. فاطمة سابت السرير ونزلت قعدت جنبه في مستواه على الأرض، وهي نازلة حركتها كانت بطيئة وفيها تردد، وده بيورينا إنها بتصارح كرامتها وعقلها، بس في الآخر قلبها اللي كسر. لاحظوا إن هي قعدت بتردد وجسمها كله كان ملموم على نفسه شوية، وده بيعكس توترها الداخلي وكسفتها من إنها اتنزلت ونزلت له هي. نيجي لابتسامة إيسو. دي ابتسامة شخص قاري اللي قدامه صح. هو كان في حالة انتظار واثق، يعني عارف ان هي هتعمل كده، وده دليل على ان هو فاهم شخصية فاطمة ودماغها كويس جدا. وللمرة التانية سألته عن عينه. سؤالها عن عينه كان تلقائي وصادر من خوف حقيقي، وده اللي خلى نبرة صوتها فيها حنية وقلق ملموس. هي مالت وفضلت ثابتة ما رجعتش لورا، وده دليل ان قلقها على تعبه غلب كسفتها من انها نزلت له. تاخدوا بالكم بعد ما كانوا قريبين من وش بعض هو اتعدل وبعدين بعد، كان في توتر صغير ما بينهم، وفي نفس الوقت بعد علشان ياخد وضعية المنصت المهتم. في لغة الجسد لما الشخص بيعدل قعدته ويقعد قدامك، ده معناه ان هو بيديك كامل انتباهه، هو عاوز يسمعها ويشوفها وهي بتتكلم براحتها من غير ما يضغط عليها بقربه الشديد. لما سألها جيتي ليه، بصتها يمين وشمال وفوق وتحت. دي في علم النفس بتدل على كذا حاجة. واحد، البحث عن مخرج. لما بنتحط في موقف محرج او تفتيش لمشاعرنا، العين بتبدأ تدور في البيئة المحيطة على اي حاجة نتعلق فيها علشان نغير الموضوع. اتنين، تجنب التواصل البصري. هي ما كانتش عارفه تبدا الكلام ازاي، فكانت بتهرب بعينيها عشان تتجنب ان هي تبص في عين ايسو عشان ما يكشفهاش. فلما عينيها جت على الصندوق بتاع الالعاب ده كان بالنسبه لها طوق النجاه في اللحظه دي. لغه الجسد، اول ما شافت الصندوق حركتها بقت سريعه واندفاعيه ناحيته. ده سلوك تحويلي، هي نقلت كل التوتر العاطفي لموضوع خارجي اللي هو اللعب والذكريات. طيب ليه فاطمه اتوترت بالشكل ده؟ لان فاطمه كانت مشاعرها كلها ظاهره. هي نزلته من على السرير وقربت من وشه وكمان سالته على عينه، وكل دي افعال حب. فلما سالها جيتي ليه، هي حست ان هي لو ما مسكتش في الصندوق ده هتضطر ان هي تعترف اعترافات لاول مره كبيره عليها.